الفيديو السادس: مقابلة في اللجنة الإقليمية. الشرطة ترسل الاستمارة شيتري وأوراقك إلى اللجنة الإقليمية، وهو المكتب المسؤول عن طلبك للجوء. في إيطاليا اللجنات هم موجودين في اللجنة. تعلم الكستورة في تاريخ اليوم موعدك. تستلم على عنوانك أو على عنوان سبرار أو على عنوان الكارا أو على عنوان التشيه تاريخ موعدك. وقت الانتظار طويل جدا، في غالب الأحيان تنتظر أكثر من 6 أشهر لموعد اللجنة. في 3 حالات اذهب بسرعة إلى اللجنة. أولا، اللجنة تعلم حقا بأنك بحاجة إلى حماية، وعلى سبيل المثال قد أعطيت الشرطة أوراقا مهمة، ولكن اللجنة تريد أن تسألك بعض الأسئلة قبل أن تقرر. ثانيا، أنت محجوز في التشيه. ثالثا، إذا كنت من الضعفاء. الكلمة ضعفاء تعني الشخص الذي هو قاصر، عاجز، عجوز، حامل، تسافر فقط مع ابنك. وإذا كنت معذبا بوحشية أو معتدى عليك بوحشية. في حالتين لا تذهب إلى اللجنة. أولا، اللجنة تقرر بسرعة بأنك بحاجة إلى الحماية. على سبيل المثال، الأوراق التي سلمتها إلى الشرطة تثبت بأنك بحاجة شديدة إلى الحماية. ثانيا، أنت مريض ولا تستطيع الحراك، أو لا تملك القوة الكافية لتحدث في المقابلة مع اللجنة. في هذا الحال يأتي طبيب ويكشف عن حالتك الصحية. الجلسة كأنها بلدك الأصلي. تستطيع أن تقرر على طلبك بدون مقابلة. في هذا الحال الجلسة تعترف بإعطائك الحق بالحماية السوسيديارية. قبل التعرف بإعطائك الحق بالحماية، الجلسة ترسل إعلان مكتوب فيه أن تقبل. تستطيع أن تقبل أو تقرر بأي حال المقابلة والذهاب إلى الجلسة، ولكن تذكر بأن لديك 3 أيام من الوقت. إذا لم تجاوب في هذه ال3 أيام، الجلسة تقرر عن طلبك. وللمزيد من المعلومات حول الحماية السوسيديارية، شاهد الفيديو التاسع: الاعتراف بالحماية الدولية. إذا تشعر بأنك مريض، تستطيع أن تطلب من الجلسة تغيير موعد يوم المقابلة. اطلب مساعدة من محامي ليكتب الرسالة، ولكن من المهم أن تتذكر بأنك بحاجة إلى تقرير طبي. إذا لا تعرف أي محامي يمكن مساعدتك، اطلب المساعدة من الجمعيات لحماية حقوق اللاجئين،
مثلا اطلب المساعدة من آرشي، مركز ستانلي، الكونسولاتو إيطاليانو بالريفوجاتي، التشير. اللجنة تختار يوما آخرا وتعلنك على عنوانك، أو على عنوان سبرار، أو على عنوان الكارا، أو على عنوان تشيه. إذا غيرت المدينة فعليك أن تخبر الكوستورة واللجنة بعنوانك الجديد. إذا تم تحويلك إلى مدينة أخرى قبل ذهابك إلى المقابلة مع اللجنة، لجنة جديدة مسؤولة عن طلبك. إذا تم تحويلك بعد المقابلة مع اللجنة، اللجنة التي تستمع لك هي التي تقرر عن طلبك. إذا تركت مركز الاستقبال بدون أي سبب مهم، الجلسة تؤجل الفحص في طلبك، ولك فقط فرصة لتطلب منك الجلسة فحص طلبك، ويجب عليك أن تفعله خلال مدة لا تتزايد عن 12 شهرا من إعلام اللجنة لتأجيل طلبك. بعد 12 شهرا طلبك لا يصبح صالحا. إذا تقدم طلبا جديدا بعد 12 شهرا، اللجنة تطلب منك إرسال خلال 3 أيام أوراقا أو أي ملاحظات تبرر الطلب الجديد. اللجنة تقرر حتى بدون جوابك. قبل ذهابك إلى المقابلة مع اللجنة، يجب أن تعلم أهمية هذه المقابلة. الأسئلة التي من الممكن أن يسألونك هم: مدة المقابلة، المقابلة هي مقابلة مع شخص. إذا أنت مريض أو عاجز، في المقابلة يحضر شخص لمساعدتك إذا أردت المساعدة. إذا أنت قاصر، يحضر المرافق، محاميك يستطيع أن يسمع. إذا أنت قاصر، أبوك أو أمك يستطيعون أن يحضروا المقابلة. اللجنة تستطيع أن تقرر بالاستماع لك مرة أخرى بدون حضور أي من عائلتك أو مرافقا أيضا. المقابلة مدتها تقريبا نصف ساعة، من الممكن أن تكون ساعتين، 3 أو أكثر. خلال المقابلة مترجم يترجم لغتك أو لغة أخرى تعرفها. إذا كان غير موجود، فمن حقك الذهاب والعودة إلى المقابلة في يوم آخر. إذا لا تفهم الأسئلة، توقف واشرح بأنك لا تفهم المترجم. إذا كنت مشوش أو متعب، اطلب استراحة أو بعض الماء. عندما تتكلم، يوجد شخص يكتب كل ما تقول على ورقة تسمى فيربالة. فيربالة هي عبارة عن ورقة يوجد بها كل الأسئلة والأجوبة التي يستطيعون أن يسألونك عنهم. للمزيد من المعلومات، استمع للتسجيل السابع: أسئلة في اللجنة. لتكون جاهزا في المقابلة مع اللجنة، تستطيع أن تطلب المعلومات والمساعدة من إحدى المنظمات التي تحمي حقوق اللاجئين. في نهاية الجلسة، المترجم يقرأ الفربالة في لغتك.
استمع بانتباه للمترجم، وتذكر بأن يجب عليك أن تتأكد إذا يوجد أي خطأ في الورقة، أو إذا ما قلته يتجاوب على ما هو مكتوب في الفربالة. وتذكر أيضا بأن عليك أن تتأكد إذا كان اسمك ولقبك ومكان ولادتك والتاريخ ومن الأوراق اللجنة. إذا كان يوجد أي خطأ صححه. لا تذهب قبل أخذ نسخة من الفربالة. مقابلتك من الممكن أن تكون مسجلة. قبل القرار على طلبك تستطيع أن ترسل أوراق اللجنة في أي لحظة. إذا الأوراق مكتوبة في لغتك يجب أن تطلب من القنصلية الإيطالية في بلدك مترجمة محلفة من مترجم محلف. إذا أنت مريضا لأن الاعتداء عليك كان شديدا وعنيفا، الطبيب يقرر ما حالتك. أرسل إلى اللجنة هذه الأوراق قبل الموعد. اللجنة ممكن أن تطلب منك أن تفعل فحصا طبيا لعيونك لمعرفة حالتك الصحية. لك الحق لتختار إذا أردت فعله أو لا.